سلام البنات، واش راكم؟ صافا لاباس؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في القناه. اليوم جبت لكم وصفه الملاوي التونسي المشخشخ، يجي مقرمش يهبل. دوك تشوفوا كيف ما تسمعوا صوت القرمشه تحب. يامي يامي. لهنا البنات في البول تاع البيتخا حطيت كاس تاع سميد وزوز كيسان تاع ما، وقعدت نباتي فيهم بالبراميكسر. بقيت ندير باه دير لي البياض هذاك تاع العجينه، باسكو راح نديرها ملاوي اكسبريس في ساعه، مشني راح نخليها كامله بالسميد وطلب لي وقت باسكو انا درت منها وطيبتها منها. لهنا البنات شوفوا كيف عجنتها كيما ولات تتعلق وبياض تخلع. راح نروح نحط عليها مغرف صغيره تاع ملح ومغرف صغيره تاع خميرة الحلويات. المهم البنات وحطيت الفارينة تاعي وقاعدة نعجن فيها وقاعدة نعجن فيها، وحنزيد الماء بشوية وراح تجيني لابات طرية كيما لابات تاع الملاوي المحجوبة. تتفاصل البنات. هنا هاني قاعد نزيد في الماء بشوية وقاعدة نعجن في العجينة تاعي. بعد ما تعجنت مليح رحت في بلاتو درت فيه شوية زيت ودرتهم كعابر وخليتهم باه يرقدوا. لهنا رقدت لمدة 10 دقائق ميم با، وحطيت شوية زيت زيتونة باسكو راح نديرها بزيت زيتونة. حطيت شوية زيت زيتونة في باطة، وراح نبدا نحل الملاوي تاعي، راح نحلها رقيقة وراح تجيني ابن ملاوي محشية تهبل. تجيني خير من التاكوس. انا البنات انا نكره التاكوس، بصح الملاوي نحبها خلاص تجيني بنينة وتهبل. تتفاصل. هنا البنات شوفوا كيف ما درت الطريقة. حندير الوحدة تاعي كما لونفلوب وراح نخليها تقعد، وندير 4 3 كعبات بعديك كي نجي راح نحلها، كي نخليها تقعد هذيك الانفلوب كي نجي راح نحلها تتحل معايا في ساعة، ماشي حتى نقعد نهبط وندير في ساعة هبطها. لأن البنات حطيت المرا تاعي طيب يسخن وراح نبدا نطيب الملاوي تاعي. البنات لهنا مش راح نطيبها كما الملاوي اللي ناكلوها، راح طيبها كما نقولوا تخفي لها تقلبها، راح تجي كما الكسرة تاع الشخشوخة في ساعة هكا وتقلبي، ما تخليهاش تحمر باسكو كي راح تبانيناها من بعد. تتفاصل البنات ها شوفوا كيف ما هاني قاعده نخفلها هكا في التقليبه باه ما تتحرقليش وما طيب لي من داخل وما تقعدليش معجنه. وراح درت سيرفيت كبيره خلاها باه من بعديك كي نحطها نغطيها بالسيرفيت باه تقعد لي طريه. لهنا البنات هاني طيبت الكعبات تاعي شوفي كيف ما خفيفه وشايحه. شوفوا كيما كي كعبرتها ما لصقتش، قعدت ما تتحلت معايا في ساعة باسكو طيبة وما هيش يابسة. لهنا البنات شوفوا كيف ما هاني وجدت الملاوي تاعي. راح نروح دركا نبدا نحشي. قليت بطاطا، عندي زوز فخاماج، عندي طون عدم مشرجم، كاشير حار وزيتون وبالزيت تاع الطون والهريسة. المهم البنات راح نبدا دركا ندير معاكم الملاوي تاعي. حطيت شوية صوص فرomاج، حطيت شوية هريسة مع الزيتون وبالزيت تاع الطون هذاك، شوية كاشير حار وبطاطا مقلية وطون وعدم شرشم، نزيد صوص فرomاج باش تجيني مبلولة ما تجيني شايحة باسكو انا اكل حاجة عندي لي ساندويتش شايحين. ايا بنات انا راح نبدا نقفل الملاوي تاعي ونحطهم على جهة. كي نكمل نبدا نبانيني الملاوي تاعي باه يجيوني مقرمشين. لهنا حطيت شوية في البانينوز ولهنا قاعدة نديرو في المقلة في الجهة الاخرى تاع المقلة فيها اللي تخي قاعدة نبانيني فيها. شوفوا البنات كنت نخفلها في التقليبة باه تجيني حاطمة ومن داخل تجي مبلولة وبنينة، مش نورمال ننصحكم ديرها باسكو وما طلبش وقت ياسر وبنينة خلاها وعسل. المهم البنات هاني قاعدة نطيب فيهم دركا، قاعدة نبانيني فيهم مليح وكملت بانينيتهم ورايحين نتعشى. وهاني كملتها مع وشك كما هجاوني راح نقصها معاكم. ودرت معاهم صوص فرomاج وسي وهريسة ونودكم ولا نشهيكم. والبنات وصفة هذه صيفية ملاحة خلاص نودوا ديراها وقولوا لي في الكومنتار إذا عجبتكم ولا لا. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ديروا لي جيم. باي باي.